فالنادي الاهلي استغل بصمه البروف. بصمه ايه؟ البروف في الاثنين تغيير. قول لي بقى انت بناء عليه يا بروف غيرت عمر جابر ليه؟ غيرت الزناري ليه؟ ده الماتش كله محصور في نص الملعب، انت اللي هيكت لعيبه الاهلي عليك. جابوا جون وبعد كده شريف جاب الثاني وجاب الثالث، وكان ممكن كان يجيب الرابع اللي هو عبغاني الحقها اللي هو الانفراد وحطها من فوق عواد وعبغاني الحقها، واخد بالك؟ وفي واحده ثانيه الزناري طلعها من قلب الجول. ايوه ده كله بعد ايه؟ بعد التغييرات. تغييرات. فالتغييرات بتاعته افادت النادي الاهلي وفوقت لعيبه النادي الاهلي. واخد بالك؟ بروف ايه ده؟ يعني انت بروف لا شايفين طريقه لعب. طب انت النهارده شفت الشناوي؟ لا مفيش الا الكوره بتاع دونجا الشوط الاول. مفيش اي تطوير هجومي لنادي الزمالك حتى بص بعد الهدف اللي جه الحقيقه. مفيش تطوير لان الراجل ما بيعملش حاجه. الراجل حتى كمان تغييراته الهجوميه قام جاي مطلع سيف الجزيري وهو خسران. يعني انا خسران مثلا المفروض انزل براس حربه تاني، قام مطلع الجزيري وقام جاي منزل، ظلم شيكابالا وظلم يوسف اسامه. يوسف اسامه نبيه ده بعد ربع ساعه لازم يلعب على مصطفى. انت شايف مصطفى مش فايق، وشايف دونجا من الاول ولا باص صح، عشان بس جماهير الزمالك اللي بتقول لك ايه احنا جبنا طارق حامد النهارده ولا باص صح. واحد يقول لي ده شاط كوره، ياه يعني في ماتش اهلي والزمالك وشاط كوره والشناوي طلعها. طب وبعد كده هو ده مش قلب او مسمار النص اللي بيقولوا عليه اللي هو بيحرك؟ طب ما شفت ديانج بيعمل ايه الناحيه الثانيه؟ قاطع ومباص وبياخد وبيعمل وبياخد مساحات في الملعب وبيرقص وبيعمل لده وبيعمل لده. ده بس هو مين في نادي الزمالك النهارده كابتن انا شايفه ان هو قدر مفيش حد يعمل حاجه كويسه؟ بص بس انا بقول لك ايه، يعني المفروض انت عايز تغير يبقى لازم هنقول اول ربع ساعه غير مصطفى شلبي، بين التايمين غير دونجا بين التايمين، لانك انت اللي عايز المكسب مش كولر. انت اللي عايز المكسب لان انت اللي متاخر ب5 نقاط، واخد بالك؟ انما هو للاسف فوق لعيبه النادي الاهلي بالتغييرات، وهو لا حول ولا قوه. طبعا زيزو قدام ما بيعملش حاجه لان برضه مظلوم، لان ما فيش حد بيوصل له. ما انت بص عشان تفوق زيزو وتفوق مصطفى شلبي وتفوق الجزيري لازم يكون حد من نص الملعب بيلاعب الناس دي. امام عاشور عامل كل تفكيره انه ياخد كوره وقع، اخد كوره. ايوه امام بتاع فيلم شباب امراه، اخد كوره وقع يا عم في ايه؟ ده انت لسه عندك 24 سنه. رقص وروح عشان يا اما تفضي مساحه عشان تشوط يا اما تعمل للناس، واخد بالك؟ لا للاسف في لعيبه لازم تقعد ويبطلوا الطبطبه بقى على النجوم دي والكلام ده. واي حد هيلعب والله يرجع تاني للعيبه سيف فاروق جعفر ادي في الفتره دي ادي امام وادي اي حد. نيمار لازم يلعب. انت يعني انت بتطلع كمان عبد الشافي وبتودي سيد نيمار ناحيه الليفت ليه؟ هو ده بيلعب اذا كنت انت ما بتلعبوش حتى على عدلته في الباك رايت اللي هو بياخدها وبيروح، بتروح تلعبه باك ليفت. ايه التغييرات الجهنميه انا هرجع دي؟ لك كابتن في